KDD أسرار المطبخ. وصفة اليوم: كسكس الدجاج. المقادير: 4 أكواب كسكس، 6 قطع صدور أو أفخاذ دجاج، 2 ملعقة طعام زبدة KDD، نصف كوب زيت زيتون KDD، ملح وفلفل وبهار حسب الطلب، 3 حبات بصل مقطع 4 أجزاء، 3 حبات جزر مقطعة قطعاً كبيرة، 3 حبات كوسة مقطعة قطعاً كبيرة، 2 حبة بطاطس كبيرة مقطعة 4 أجزاء، 3 كوب يقطين مقطع قطع كبيرة، 3 حبات طماطم مقطعة نصفين، عدد 1 ملفوفة صغيرة مقطعة 4 أجزاء، 1 علبة 135 جرام معجون طماطم KDD، حزمة صغيرة بقدونس، حزمة صغيرة كزبرة خضراء، 1 ملعقة صغيرة كزبرة يابسة، 2 كوب حمص مسلوق. طريقة التحضير: على نار متوسطة سخني نصف كمية زيت زيتون KDD في قدر مناسب. أضيفي البصل وقلبيه حتى يذبل. أضيفي الدجاج وقلبيه. أضيفي الملح والبهارات والكزبرة اليابسة. اغمري المكونات بحوالي 5 أكواب ماء واتركيه على نار هادئة. في وعاء آخر سخني باقي كمية زيت زيتون KDD على نار متوسطة. ضعي جميع الخضروات في الوعاء وقلبيها بهز الطنجرة التنسيف حتى لا تتكسر أشكالها. في قدر طهي الدجاج وعند نصف مرحلة النضج ضعي الخضار. أضيفي أوراق الملفوف ثم معجون طماطم KDD وقلبي الخليط. ضعي حزم البقدونس والكزبرة الخضراء مع المكونات في وسط قدر الطهي. اتركيه على نار هادئة لمدة 20 دقيقة. بعدها ارفعي البقدونس والكزبرة بعد إعطاء النكهة للطبق. أضيفي الحمص المسلوق واتركي القدر على النار لمدة 5 دقائق أخرى. في مقلاة ذوبي زبدة KDD ثم ضعي الكسكس وقلبي جيداً.
أضيفي مقدار 4 أكواب من مرق الخضار والدجاج فوق الكسكس. وارفع القدر مباشرة عن النار. ضع الكسكس في مصفاة فوق قدر الخضار بدون أن يلمس قاع المصفاة مستوى المرق. غطي المصفاة بورق الألمنيوم لتحبسي بخار الطهي لمدة 15 دقيقة حتى النضوج. في طبق التقديم يسكب الكسكس مع قطع الدجاج والخضار. يقدم ساخناً.